السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قناة 90 دقيقة تأتيكم بآخر أخبار الترجي التونسي. كشفت تقارير التونسية عن موقف اللاعبين المصابين في الترجي قبل مواجهة الأهلي المصري في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يحل ضيفا على الترجي يوم الجمعة المقبل 12 مايو في ذهاب دوري قبل النهائي من دوري أبطال، وذلك على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بدارس. وفقا للصحفية الصباح التونسية، اشتكى نجم الفريق وهدفه الأول محمد علي بن رمضان في نهاية مباراة الإفريقي من بعض الألم التي خلفت مخاوف كبيرة من تخلفه عن مواجهة الأهلي، غير أن الكشوفات التي خضع لها اللاعب بددت هذه المخاوف، حيث سيكون اللاعب أساسيا في مباراة الجمعة. وأضاف الحارس معز بن شريفة يواصل الغياب على الإصابة، بالإضافة إلى حمد الهوني ورياض بن عياد وغيلان الشعالي وهاني عمامو، ولكن يكون بإمكان المدرب نابل معلول الاعتماد عليهم أمام الأهلي المصري.